السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو دوت هوريكم ازاي بطريقة سهلة قوي 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 ان انتوا تعملوا الكيرفات اللي هي عارفين الجدران اللي هي طالعة دلوقتي فيها كيرف والكلام دوت. هخليكم تعملوها بطريقة سهلة جدا. بصوا، اول حاجة دلوقتي مثلا عندي دي غرفة. خلاص، عندي دي غرفة. انا هعمل الحيطة، هعملها عن طريق الارض. فانا هدخل كده اهو مثلا. هاجي هنا هعمل فلور اديتور. خلاص. بص، احنا يا جماعة بنحب نسهل على نفسنا. في طرق تانية، في ناس ممكن يدخلوا يقولوا لي لا الطريقة ديت، في طرق تانية نعملها من الموديلنج بره، من اللي هي أداة متقدمة والكلام دوت. هقول لهم انا كل شيخ وليه طريقة، انا بعملها بالطريقة دي. طيب دلوقتي ده عندي الأرض. خلاص. فهاجي هنا اهو. مثلا هعمل يعني هحدد بالمسطرة. مثلا 20 سنتي. ونفس الوضع هنا هحدد كمان 20. آسفة. خلاص. بص بقى، أنا دلوقتي مثلا هقوم رسمة هنا مثلا ريكتانجل بالطول الجزء ده. وهرسم برضو هنا ريكتانجل بالطول الجزء ده. انتوا بس يا جماعه هتتعبوا في حته واحده، بعد كده ابقوا اتعلموه يعني ايه. الصوره اللي انتوا هتعملوها ديت، التصميم اللي انتوا هتعملوه ده احفظوه، عشان لو احتجتوه في اي تصميم بعد كده اعملوه، وهقول لكم ازاي. خلاص. مثلا انا عامله ريكتانجل كده اهو. خلاص. ماشي. طيب هاجي هنا اهو. وهقسمها برضو. يعني مثلا هقسم هنا مثلا. هقسمها مثلا. سوري. هقسم هنا، اخد هنا 50 مثلا سنتي. 50. أعمل هنا تاني مثلا. أم، مثلا أقل شوية. هتعرفوا ليه في الآخر يعني. مثلا 30. أعمل هنا مثلا 40. وهكذا. طيب أول حاجة، أول تقسيمة أنا هقسمها. هاجي هنا مثلا هاخد مثلا إيه. هعمل هنا، هجيب هنا الأداة ديت، هختار منها الكيرف. خلاص. هاجي من النص كده، من هنا مثلا وهنا. وهقوم مدخلة ده جوه. خلاص. دي أول حاجة احنا عملناها. هنيجي هنا اهو. برضو نفس الكلام هنقوم. هنيجي هنا اهو. وهنا اهو. وهنعمل بالكيرف. خلاص. وهنيجي هنا مثلا هنعمل زي مثلا هنيجي هنا نجيب ريكتانجل، هنعمل مثلا اكن ديت مكتبة. عفوا دقيقة. خلاص بقى همسح الخطوط اللي هنا، مش الخطوط الفواصل اللي بينهم، يعني بحيث ان انا لما اجي اقوم رافعة كله يترفع بالشكل اللي انا عملته. خلاص. خلاص. هاجي هنا مثلا اقوم عامله مثلا لو الاوضه مثلا 3 متر مثلا، هرفع كله بقى 3. وريني، تعالوا نشوف بقى هنا كده. بصوا، انتوا شايفين المنظر. ممكن نحط هنا بقى مثلا زي رفوف كده صغيره. تعالوا برضو نعملها برضو سوا. خلاص. احنا مثلا عملنا الحيطه، عملنا الجزء ده كيرف. اوكي. منتهى السهوله، يعني انا بحس ان الشغل بتاع التصميم خصوصا اسهل على نفسي. مش لازم اعملها بطريقه يعني معقده، علشان يعني ليه نسهل على بعض يعني. خلاص. بصوا يا جماعة، شايفينها عاملين ازاي الكيرف. طبعا انت بقى بتعملي شكل الكيرف على حسب ما انت عايزة. أو ممكن هنا مثلا نيجي هنا عند الخزانات اللي هو التخزين، ومثلا يعني طبعا نعمل مثلا كذا رف هنا. اعمل لك كذا رف واجيلكم. او حطيت كذا رف كده يا جماعة. اوكي. و... واهو
وحطيت مثلا اكسسوارات. طيب هتقولي لي احنا عايزين بقى نلون الجزء ده. طبعا احنا لو عملنا بالفرشة كده على على الحاجات دي ممكن ما تعملش قوي. فهنعمل ايه الحل؟ فاحنا هندخل هنا عند أداة متقدمة اللي هي عارف الجزئين، الجزء ده، وهندخل عند هنا. خلاص. وهنيجي بالفرشة، هو بس ده الدهان اللي احنا كنا هندهن بيه اللي هو اللي فوق ده. هنعمل كده اهو. هندهن كل جزء اهو. بس خلاص سيب مثلا. اهو يا جماعة اهو. ولا اسهل ولا اروع. ممكن بقى نحط هنا مثلا، يعني يعني ده جدار عملناه في منتهى السهولة بالطريقة ديت. فحلو قوي. ممكن مثلا هنا نحط ايه. استنى هدور على حاجة وكده. بصوا يا جماعة، حطيت الشكل ده، التجاليد ديت. هوريكم برضه شكلها. تمام. وحطيت التجاليد دي كمان عليها. بس يعني تعالوا بقى نشوف، ممكن نلون برضه التجاليد دي بحاجة. تعالوا نشوف شكلها يبقى عامل ايه، واعمل ريندر واجيلكم. اهو عملنا ريندر، وبصوا الكيرف اللي احنا عملناه بأسهل طريقة. اهو كمان عشان لو انتوا حابين تشوفوا اكتر. بس كده يا جماعة. شكرا. باي باي. ولو حد محتاج حاجة أو يستفسر على أي حاجة ممكن يكتب لي في التعليقات. دي حاجة. واللي عايز يعرف أي تفاصيل عن كورس التصميم يتواصل معي.